هو احنا ليه بنبعت للبراندات والبراندات مش بترد علينا؟ انا بس عايزه اوضح لكم حاجه، ان مش كل 100 عميل انت هتبعت لهم تتوقع ان كلهم لازم يردوا عليك، عشان بس ما حدش يحس باحباط او ان الموضوع ممل. هفهمك بالمنطق كده ايه اللي بيحصل. فلنفرض مثلا ان هم 1000 عميل، المتوقع منهم ان هم يردوا عليكي المفروض كام؟ تخيلي انهم 5% بس، والحقيقه ان اقل من 5% هي دي اللي فيها المشكله، سواء بقى ان المشكله كانت في عرض البورتفوليو بتاعك انت اصلا، او ان العميل ده مش من التارجت اودينس بتوعي. ال5% هم تقريبا 50 عميل. طيب ال5% اللي هم 50 عميل تقريبا من اصل 1000، مفروض اصلا كام واحد فيهم يتعاون معايا بشكل فعلي؟ عايزه اقولك ان الواقع انهم 5% من ال5% اللي ردوا عليا، 3 منهم كحد ادنى هم اللي ممكن يتعاونوا معايا. انا لو محتاج ان العدد ده يزيد هعمل ايه؟ لازم اخصص رساله لكل براند باسمه، لازم اعمل متابعه باكتر من طريقه. اهم حاجه انك ما تبعتيش بشكل عشوائي عشان حسابك ما يتقفلش، والاهم بقى من كل ده انك لازم تظهري بصوره احترافيه قدام كل عميل.